تحولت المواجهة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره النيجيري في كأس إفريقيا إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في البطولة، لكن ليس بسبب الأداء داخل المستطيل الأخضر أو المستوى الفني للمنتخبين، بل نتيجة سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للشبهات، إلى جانب ظروف تنظيمية أثارت موجة واسعة من الانتقادات دفعت بعض المتابعين إلى وصف ما حدث المسرحية الكروية المكتملة الأركان. المباراة شهدت احتساب ضربات جزاء وصفت من قبل جماهير ومنصات رياضية بالتمثيلية والمؤثرة بشكل مباشر على مجريات اللقاء، حيث اعتبر كثيرون أنها لعبت دورا حاسما في تغيير مسار النتيجة. هذا الأمر فتح باب التساؤلات والاتهامات حول نزاهة التحكيم، خاصة مع الغموض الذي رافق تقييم بعض اللقطات المصيرية داخل منطقة الجزاء، والمعايير التي تم اعتمادها في اتخاذ تلك القرارات. وتفاقم الجدل أكثر مع الوصول إلى سلسلة ضربات الترجيح، حين لوحظ غياب عدد من أبرز نجوم المنتخب النيجيري عن تنفيذ الركلات في مشهد غير معتاد في مباريات بهذا الحجم. فقد غادر فيكتور أوسيمين أرضية الميدان في الدقيقة 118 دون أن يشارك في الحسم، كما غاب كالفين باسي أفضل لاعب في المباراة، وأليكس إيوبي أحد أبرز لاعبي البطولة، إضافة إلى أديمولا لوكمان الذي لم يظهر اسمه ضمن قائمة المسددين. غياب هذه الأسماء الثقيلة عن لحظة الفصل زاد من حدة الشكوك وطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما دار خلف الكواليس في مباراة رأى فيها كثيرون أن السيناريو بدأ أقرب إلى كونه معدنا مسبقا أكثر من كونه صراعا تنافسيا خالصا داخل الملعب وبعيدا عن الجدل التحكيمي. خرج مدرب المنتخب النيجيري إيريك شيل بتصريحات نارية انتقد فيها بشكل مباشر التنظيم العام للبطولة المقامة في المغرب، كاشفا عن تفاصيل قال إنها أثرت سلبا على تركيز لاعبيه واستعدادهم للمباراة. وأوضح شيل أن بعثة منتخب بلاده واجهت مشاكل خلال اليومين الأخيرين، خاصة فيما يتعلق بنوعية الأطعمة المقدمة للاعبين، حيث فرضت عليهم وجبات دسمة لا تتناسب مع التحضير البدني لمنافسة قارية، مثل الكسكسي على العشاء وطبق المجمر في وجبة الغداء. وأضاف المدرب النيجيري أن بعثته فضلت عدم إثارة أي أزمة رغم رغبتها في تغيير مقر الإقامة، قبل أن يتدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في اللحظات الأخيرة لمعالجة الوضع، غير أن ما وصفه بالأكثر إثارة للدهشة كان تنظيم حفلين للزفاف داخل الفندق المخصص للمنتخبات، رغم التأكيدات المسبقة بعدم وجود أي نشاط من هذا النوع. وأشار إلى أنه تفاجأ عند عودته من الندوة الصحفية بموكب زفاف داخل الفندق، مشبها المشهد بنبرة ساخرة بمواكب الأعراس في وهران، في تعبير عكس حجم الفوضى التي اشتكى منها، وبين تحكيم وضع تحت المجهر وتنظيم تعري الانتقادات علنية من مدرب مشارك. خرجت مباراة المغرب ونيجيريا عن إطارها الرياضي المعتاد لتتحول إلى قضية كروية مثيرة للجدل، أعادت طرح أسئلة محرجة حول نزاهة المنافسة وجاؤهية التنظيم، ووضعت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام مسؤولية تقديم توضيحات لضمان أن تحسم البطولات فوق المستطيل الأخضر لا خارجه.